ما زال مقرا ومعترفا لأخيه بالفضل، مقرا ومعترفا لأخيه بأنه هو. كلنا عيال على أبي حنيفة. من قائلها؟ سيد الإمام الشافعي رحمه الله عليه. كلنا عيال على أبي حنيفة. قالها الشافعي رغم أن بينهما خلاف يجعل الشافعي يعتقد أن أبا حنيفة ما صلى لله ركعة. صعب، حكم صعب. أوضح. والله بينهما خلاف يجعل الشافعي يعتقد أن أبا حنيفة ما صلى لله عز وجل ركعة. إزاي؟ حافظين كده آيات الوضوء في كتاب الله عز وجل في سورة المائدة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كلام جميل. النص واحد عند الاثنين. فرائض الوضوء هي المذكورة في الآية. النص واحد عند الاثنين، لكن أنا بختلف. الشافعي يختلف مع الحنفي مع أبي حنيفة في إيه؟ في حرف الباء. في حرف الباء. الباء ده معناه إيه؟ نلاقي اللغة العربية تقول لي الباء يحتمل أن يكون للتبعيض. الباء يحتمل أن تكون زائدة. الباء زائدة؟ اختلف الاثنين في فهم الباء دي. الشافعي قال الباء ده تبعيض، يبقى امسح بعض الراس. ابي حنيفه قال لي لا، الباء زائده، فبالتالي امسح ايه؟ الراس كاملا. امسح الراس كاملا. وبعدين يجي الائمه الاخرين يبقى منهم من يقول لي امسح ذهابا فقط او ذهابا وايابا. كل يعتمد على نفس النص، لكن بنختلف في الفهم. اعتمدنا على نص واحد لكن اختلفنا في ايه؟ اختلفنا في الفهم. طب جميل. لما يجي بعد كده بقى يقول لي كده في نواقض الوضوء، يقول لي او لامستم النساء. او لامستم النساء. لامستم النساء يعني ايه؟ الشافعي قال لي مجرد اللمس. يبقى مجرد ان تصافح امراه، ان يمس جلدك جلد امراه، خلاص نوقض وضوء. دي كلام الامام الشافعي. يختلف معاه ابو حنيفه يقول لي لا، اللمس هنا هو الملامسه، يعني الجماع، ان ياتي الرجل زوجه. غير كده يبقى حتى لو صافحها، حتى لو قبلها، ما نقضش وضوء. عند ابي حنيفه ما انتقضش وضوء. الشافعي يقول مجرد اللمس ناقض للوضوء، ابو حنيفه يقول لي لا، ده الجماع هو الناقض للوضوء، انما غير كده ما ناقضش الوضوء. وبعد كده لما اجي انا بقى كراجل شافعي اصلي خلف راجل حنفي المذهب، اقول وراه ايه؟ اصلي وراه ولا ما اصليش؟ انا يمكن معتقد ان هو مش متوضي اصلا. انا على مذهبي الحنفي ده ما هوش متوضي اصلا. ليه؟ ما هو زي ما بقول لك يمكن صافح امراته ويمكن قبل امراته قبل ان يخرج من بيته ويجي ويصلي ويأتي له. وانا معتقد كشافعي اقول له انت مش متوضي اصلا. الخلاف ده يترتب عليه ايه؟ الخلاف ده يترتب عليه ايه؟ يعتقد كده على حد المذهب، على حد رأي في مذهبه، ان الامام ابو حنيفه ربما ما صلى لله عز وجل. ورغم ذلك كان يحترم كل منهما الاخر. كان يقول العصمه للنص مش لفهمه، وما دمت انت تمتلك ادوات الفهم وادوات الاجتهاد كما امتلكها انا، او ربما كانت عندك افضل مما عندي انا، فلا ينبغي علي ان انكر عليك كما لا ينبغي عليك ان تنكر علي.
كما لا ينبغي عليك أن تنكر عليه. ده كلام عظيم. بقول لك يعتقد ان الشافعي الامام حنيفه ربما صلى لها ركعه او رغم ذلك كلنا عيال على ابي حنيفه. ازاي الكلام ده بقى؟ نفهم من الكلام ده ايه؟ نفهم من الكلام ده النهارده ايه؟ نفهم من الكلام ده ان العلم واسع وابوابه واسعه، ولكن العقول هي القاصره. عقولنا هي القاصرة، هي التي ربما لا تفهم، ربما لا تعي مراد الله عز وجل، ربما أقف على جانب من جوانب هذا المعنى ولا أقف على جوانب كثيرة لهذا المعنى. من أين جاء هذا؟ لأن النص حمال أوجه. النص في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمال أوجه. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم نفسهم ورسول الله حي بينهم يختلفون في فهم نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك من الكلام. الصحابة نفسهم مش الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة بقى كمان، لا، ده الصحابة فوق وأعلى، الطبقة الأولى في هذه الأمة، مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هو الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع الثاني بينهم. يتكلم رسول الله باللفظ ويختلف الصحابة في فهم اللفظ. لما كان يوم الأحزاب وحدث من اليهود ما حدث من خيانة، وكان بعد غزوة الأحزاب على طول ينطلق الصحابة من الأحزاب لغزوة بني قريظة. بني قريظة من فريق من اليهود كانوا يسكنوا المدينة، خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب. فماذا قال فيهم النبي؟ أمر رسول الله صحابته الكرام الذين كانوا معه في غزوة الأحزاب، أمرهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. واخد بالك من الكلام؟ أمر صريح. هو بيقول له اوعى تصلي العصر هناك، مش هنصلي العصر غير فين؟ في أرض بني قريظة. طب الصحابة في الطريق شافوا إن المغرب دخلت عليهم، ولو راحوا يصلوا العصر يمكن العصر يفوتهم، ممكن العصر يفوتهم، يسمعوا كلام النبي ولا يقدموا يصلوا. إيه رأيك؟ لو أنا ولا أنت النهارده هنعمل إيه؟ نقول لا، الأمر صريح، لازم نروح نصلي هناك. مش كده؟ أمر النبي صريح، مش مشكلة يعدي العصر وتعدي المغرب وتعدي العشاء كمان، مش فارقة معايا، لازم أنفذ الأمر. ده كلام ممكن حد يقوله. الصحابة كلهم سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا النص، بس فهموا ازاي؟ فهموه ازاي؟ في واحد فهم النص على ان النبي بيقول لهم اسرعوا، المقصود من كده انك تسرع حتى تصل قبل المغرب. المقصود من امر النبي انك تسرع حتى تصل قريظة قبل المغرب. طب لو ما قدرتش اوصل قبل المغرب يبقى صلي في الطريق، مش مشكله. ده فهم. الفهم الثاني خد ظاهر النص وقال خلاص ده النبي حدد المكان اللي هصلي فيه، حدد المكان اللي هصلي فيه، فمش هصلي فيه غير في المكان اللي النبي حدده. يبقى ضيع العصر. الرأيين دول ظهروا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فريق صلى في الطريق، وفريق ثاني صلى في أرض قريظة بعد ما وصل زي ما النبي قال. طب بالله عليكم، مين الصح ومين الغلط؟ مين الصح ومين الغلط؟ أنا بقول وأنت بتقول لا، إحنا الاتنين طرفين الغلط.
احنا الاثنين طرفي نقيض، ابيض واسود. انا الصح ولا انت؟ مين الصح ومين الغلط؟ يصل القول الى رسول الله او يصل الامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم النبي علمنا بقى انا وانت النهارده لما نختلف نقف ازاي ونفهم ازاي. النبي علمنا النهارده ان مش قولا واحدا، المساله مش مساله حتم كده قولا واحدا، لا، ما دام النص حمال اوجه يبقى كل واحد يفهم منه، ما دام عندك ملكه الفهم، ما دام عندك ادوات الاجتهاد، ما دام عندك انك انت راجل تستطيع ان تفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ما ينفعش ان انا اختلف معاك وتختلف معايا واقول لك انا صح وتقول لي انت غلط. ما ينفعش. او النبي يسمع القولين ويقر الاثنين. اقر لصدقه في الطريق واقر لصدقه هناك اللي اخر العصر لحد ما وصل، انتوا الاثنين صح، ولم يعنف احد الفريقين. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعنف احد الفريقين. دي كلام مين؟ مش انا النهارده، مش انا النهارده ولا حد مننا احنا النهارده اللي بنقول كده، ده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتعلم منه ايه؟ ان نحترم بعضنا بعضا حتى وان اختلفنا في الراي، حتى وان اختلفنا وان كنا على طرفي نقيض، ما دمت اقر لك وتقر لي بان على علم بالمساله، بان كل منا له عقله الذي يبحث والذي يجتهد والذي يفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دمنا نعتمد على دليل من كتاب الله ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، فلا ينبغي ان يعترض بعضنا على بعض. لا ينبغي على واحد منا الا ان يسلم لاخاه بانه عالم. كان سيدنا داود وسيدنا سليمان عليهما السلام، داود ملك النبي وسليمان مالك النبي من بعد أبيه، وورث سليمان داود. سيدنا داود كان يحكم في المسألة في القضية، وربما نعلمها جميعا ذكرت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ولا أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود إلى آخر هذه الآيات. يحكم داود في القضية بحكم ونبأ، هو ملك. فهل كان داود ظالما؟ أبدا، ما كان داود ظالما، ولكنه كان نبيا. فإذا حكم فإنما يحكم بوحي من الله سبحانه وتعالى. ربما يخالف الأمر أحيانا، أو ربما يخالف الأولى أحيانا. سيدنا سليمان النبي أيضا ما كانش يطلع يقول له أنت غلط، أنت غلط، لا، ما ده أنت صح، بس أو رأي آخر أو حكم آخر. ثم يحكم سليمان بغير ما حكم داود، ففهمناها سليمان. كذا قال ربنا سبحانه وتعالى. ما قالش بقى للخصم بتاعه لأبيه في المسألة لا انت غلط والصح كذا، لا، بيقول له في حكم تاني هو كذا كذا كذا. نتعلم من كده ان احنا لما نختلف نتأدب بأدب الإسلام في الخلاف، نتأدب بأدب الإسلام في أدب يبين كل واحد منا وجهة نظره وأدلته من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لا يزعم أنه هو الصحيح وغير الخطأ. لا، ده كان الإمام الشافعي، أقولها تاني وارجع له تاني، سيدنا الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان يقول رأيي صحيح يحتمل الخطأ.
بتقول ايه؟ رأيي صحيح مش 100%، لا 99.5% جايز، بس في نص في المية احتمال خطأ، في نص في المية أو نسبة بسيطة يعني احتمال خطأ. طب ورأي غيري برضه ما قالش خطأ 100%، وإنما ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، في احتمال. يبقى ما جزمش لنفسه بالصواب ولم يجزم لغيره بالخطأ أبدا. دي أدب تعلمه هؤلاء، كما نتعلم أيها الإخوة. إذا كنت أنا أجهل مسألة ما، مش عيب أبدا، مش عيب أبدا إن أنا أكون وأنا بجلس في القبلة وبمسك الميكروفون وأتكلم مع الناس إن أجهل مسألة. العلم يعني لم يجمعه إلا نبي، لم يجمع العلم، وربنا سبحانه وتعالى خاطب الأمة كلها وخاطب النبي قبلنا، قال لنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حتى لو كنت شيخ الإسلام، حتى لو كنت شيخ الأزهر، حتى لو كنت الحجة، قال لي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يبقى من الجهل أن أظن أنني جمعت العلم كله في صدري. اللي يقول لي كده أقول له أنت جاهل، كنت تعرف مسألة فعندك مئات المسائل ما تعرفهاش، تدرك حكما عندك آلاف الأحكام لا تدركها. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لذلك أمر ربنا سبحانه وتعالى بالازدياد ما جاء في شيء إلا في العلم. وقل ربي إيه؟ زدني علما، زدني مالا ولا زدني جاها ولا زدني وجاهة ولا زدني كذا أبدا. في كل هذه المسائل ارضى بما قسم الله لك تكن أغلى الناس. إلا في العلم قال لك ارضى بما قسم الله لك. في العلم بالذات ما قالش ارضى بما قسم الله لك، لا، اعمل واجتهد واسأل الله عز وجل أن يزيدك علما، وقل رب زدني علما. الجاهل الذي يظن أنه حول العلم في صدره، الجاهل من يظن أنه حول العلم في صدره وأنه أعلم الناس وأنه كذا وكذا وكذا. أنا وأنتم النهارده اللي ممكن يعني يتحكم فينا شيطاننا ويجعلنا نتوهم ذلك. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على غير ذلك، كانوا كل واحد منهم يعرف لأخيه قدره، كل واحد منهم كان يعرف لأخيه قدره. لما يجيني يسألني سؤال، يجيني سائل، مفيش مانع أبدا أنا مش عارف المسألة ديت والله نسأل أستاذ الشيخ حسن شربي، حسن حماد، أسأل مولانا فضل الشيخ علي الدين، نسأل الناس الكبار عننا اللي ممكن يكون عندهم في المسألة علم فاهم، لا أطلقه أنا. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الواحد فيهم لا يدرك مسألة ما، وارد جدا من الصحابي لا يدرك مسألة لا يعرفها ما سمعهاش من النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابي يحيل على صحابي آخر. فين هي؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. أبو بكر يعني الأول على مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل الأول على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي له سائل يقول له كده يا أبا بكر، قال الله عز وجل وفاكهة وأبا، الفاكهة نعرفها فما الأب؟ فما الأب؟ أب دي يعني إيه؟ يقول سيدنا أبو بكر يقول لا أدري، معرفش. تعرفش؟ كيف لا تدري وبينكم كان ينزل الوحي؟ ده انت من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت تبقى قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل وانت بتسمع الكلام اول باول من النبي، ازاي تقول لي النهارده ما اعرفش؟
ازاي لا كيف لا ادري وبينكم كان ينزل الوحي اضلوا فيها بدلوك. قول رايك يا ابو بكر. ماشي يا محمد. قول رايي ازاي؟ يوم سيدنا ابو بكر يقول له الله كيف اقول رايي كيف ادلو بدلوك وماذا اقول لربي سبحانه وتعالى. شوف كيف اقول لربي واي ارض تقلني وأي سماء تظلني إذا أنا تكلمت في كتاب الله بغير علم. أعيش فين؟ ملك ربنا واسع صحيح، بس الأرض بتاعت ربنا والسماء بتاعت ربنا ملك ربنا، فإزاي أعيش في ملك الله وأنا أتكلم في كتاب الله بلا علم؟ الشاهد من المسألة إن سيدنا أبو بكر يبعث الراجل يقول له اذهب إلى عمر، وعمر برضه يجي له السائل ويقول معاه نفس الحوار. يقوم سيدنا عمر يقول له كفاك تنطع، يعني فهمت كل المسائل لا تقضي الا هذا، اذهب الى ابن عباس. فيذهب الى سيدنا عبد الله بن عباس. شوف الشاهد من الموضوع يحيل بعضهم الى بعض حتى يصلوا الى العلم في المساله. اللي ما عندوش علم في المسألة ما تكبرش إطلاقا وقعد يتكلم من غير علم. ما عادش يدور ويدور ويقول أصل وفصل وعمل وحكاية وممكن يلوي أعماق النصوص علشان يحملها ما لا تحتمل من المعاني بما يتوافق مع فهمه هو. لا ما عملش كده، ما كانوش بيعملوا كده. أنا ما أعرفش يبقى فلان يعرف، روح له اساله. فتعالى انا وانت نروح نساله عشان نتعلم سوا. يا ريتنا نتعلم من هذه المواقف كيف يختلف بعضنا مع بعض، كيف يتعلم بعضنا من بعض، حتى نتعلم ونعرف مراد الله عز وجل من نصره ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. رحم الله الفقير وألهم صلى الله عليه وسلم.